عقد المجلس الوطني التأسيس صباح اليوم جلسة عامة لاختتام النقاش العام حول مشروع الدستور واجتماع لجنة فرز التوافقات ولجنة فرز الترشحات لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وستخص هذه الجلسة إلى مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة. وسينظر المجلس خلال هذه الجلسة أيضا في عدد من مشاريع القوانين الاقتصادية، منها مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على الرقاع المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالإنابة ولفائدة الدولة بالسوق المالية الأمريكية بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية، ومشروع قانون يتعلق بالصكوك الإسلامية، وآخر يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين. كما طالب عدد من نواب المجلس على غرار محمد علي نصري ورابح الخرافي رئيس كتلة حركة النهضة الصاحب عتيق بالاعتذار عن التصريحات التي أدل بها مؤخرا بشأن الشرعية واستباحة دماء تونسيين خلال وقفة مساندة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.